قبل ما نشارك معكم هذه الوصفه هذه اسمعوا لي هذه التقرميشه هذه اسمعوها. صراحه هذه الوصفه هذه ساهله مهله كتوجد في دقائق وصيغته لذيذه بزاف، خصوصا في رمضان ان شاء الله راه غتنفعكم بزاف. انا صراحه كنصيبها في رمضان حيت ساهله مهله وعندي الورقات ديال البسطيله ديما. انا خديت 5 ديال الورقات ديال البسطيله وكنقطعهم على هذا الشكل هذا يجيو رقاق بزاف في مول ديال الطاخ اللي ديجا دهنته بالزيت. هنا كندير واحد الكميه ديال الورقات كنخلي غير شويه على جنب. هنا غنحضر واحد الخليط اللي غنسقي به هذا الشيء. درت ملعقه ديال الزبده دائبه مع نص كاس ديال الحليب بيضه واحده، كنكب النص من داك الخليط فوق من هاد الوريقات. هنا حضرت واحد الحشوه ديال الدجاج والفطر كتجي لذيذه بزاف بزاف. غنخلي لكم المكونات اسفل الفيديو. كنحاول نقد كلشي هكايا من ديك الحشوه فوق دوك الوريقات بهذه الطريقه هذه، وكنعاود نحط داكشي اللي بقى ليا. وهنا غنكب داك الخليط اللي بقى ليا، يعني ما كفانيش ضفت عليه عاوتاني بيضه كامله وصافي. هنا كنرش عليه شويه ديال الفيلي ديال لي زاموند باش